السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء من مطبخ زمزم وبلال. بس النهارده هنعمل ان شاء الله فيديو، نعمل معاكم وهنطبخ، يعني هنعمل غدا. ده كده كان يومي من اوله. وهنظبط غرفة الولاد وهنعمل حاجات برضو كده في الدولاب، هنروق جزء من الدولاب يعني مش كله. تمام. بس زي ما انتم شايفين كان عندي توابل ناقصة يعني مش مطحونة، فايه قلت اطحن شوية. طحنت كزبرة وفلفل وكمون. تمام. بس زي ما انتم شايفين بقى موضوع يعني القمع دوت، هو اسمه قمع. القمع ده حلو، بيسهلك بقى الدنيا الصراحه، ما يخليش التوابل بتقع منك. الاول كنت صراحه يعني ما بعرفش احطهم في الطقم دوت، يعني عشان صغير وكده. فالقمع ده صراحه يعني سهل الدنيا كتير يعني. بس كده. ده كنت جايباه من زلزال، محل زلزال اللي هو في فيصل ده. كنت جايبه هما اتنين مع بعض، بيبقوا اتنين مع بعض كده. فصراحه حلوه قوي في حاجات كتيره يعني. بس فبدات بقى، قلت بقى قبل ما اعمل الاكل طبعا هحتاج توابل وكده، فقلت ايه، اطحنهم دول كده وايه يبقوا جاهزين معايا. دول الاساسيات في التوابل، يعني اللي هو الكمون والكزبره والفلفل الاسود. تمام. بس زي ما انتم شايفين كده. لو وصلتي بقى الفيديو وفتحتيه يعني ما تبخليش عليا باللايك، عشان اللايك زي ما قلت لكم هو اللي بيخلي الفيديو ينتشر يعني، وكمان بيدي ايه، بيخلي اليوتيوب كمان يقترحوا عندي في الفيديوهات. تمام. بس كده. زي ما شايفين يعني ما فيش حاجه محتاجه شرح ولا حاجه. بس انا قلت قبل ما ادخل في الطبيخ طبعا وابتدي يبقى توابلي جاهزه وبس. وعملت بسله بقى الصراحه بدون فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه. المهم اليومين دول انا عندي كمان الولاد تعبانين خالص، يعني كانوا تعبانين من فتره من الاول وخفوا الحمد لله، ورجعوا برضو الحمد لله على كل حال. تعبوا تاني برضو، عندهم رشح وبرد وكده وكحه. فالحمد لله. فطبعا اهم حاجه كان الدكتور كان قايل لي ياكلوا خضار وبقوليات. الخضار اكتر يعني، ما قاليش فراخ ولا لحمه الصراحه. طبعا احنا في الظروف اللي احنا فيها ديت الاقتصاديه الصعبه الحمد لله. بس الحمد لله الدنيا ماشيه بفضل الله وحده. عملنا بسله وكانت احلى بسله، كانت جميله جدا. وعملت لهم سلطه خضراء، اهم حاجه تخلوها اساسي عندكم في الاكل. طبق السلطه دي حتى اقل القليل يعني خضار، خيار وطماطم، تبشري عليها جزر. انا كان عندي خيار وطماطم عملت لهم. وحطيت لهم الرز كده بالشكل الطبق ده كده على وش دبدوب، قلت تغيير. وكان والحمد لله فضل ونعم. مش شرط يعني ان احنا فراخ او لحمه او كده، الموجود يعني ممكن تعملي تمشي حالك الدنيا كده. وطبعا اكيد بنعمل طبعا في الايام برضو نعمل فراخ او لحمه، او بجيب لهم سمك مشوي. هنا كان عندي بقيه بطاطس من الفطار حطيتها لهم، برضو بيحبوا هم البطاطس. وبس ده كان غدانا النهارده. بس مفيش حاجه ابسط من كده. ومعلش سامحوني بقى انا ما نزلتش فيديوهات بقالي كام يوم، علشان زي ما قلت لكم بنتي كانت تعبانه جدا وبتاخد حقن. وانا اللي كنت بديها الحقن، وكانت تعبانه بقى خالص يعني، كانت بتاخد صبح وبالليل. بس هي الحمد لله اتحسنت يعني، ما اعرفش الكحه يعني ماسكاها ليه. وابني طبعا اتعدى منها، عنده برضو رشح، فالحمد لله نعمه وفضل ابتدت تروق. المهم دخلت هنا على الغرفه بتاعتهم. زي ما انتم شايفين كده متبهدله، انتوا شايفين ان هي نضيفه، بس لما تكنسوها بكنسها بقى بطلع منها يعني، عشان دي قعدتنا فيها واكلنا والولاد بيلعبوا فيها وكده. دي غرفه المعيشه تعتبر وغرفتهم. بس زي ما انتم شايفين بقى كنستها وظبطتها وشلت الملايه. وعايزه اقول لكم ان انا بعد ما خلصتها عملتها مفيش تاني يوم كوبايه اللبن اتدلقت على السجاده وعلى حافظه. الحمد لله انا بفرش حافظه طبعا على السجاده دي زي ما قلت لكم، عشان مش بتستحمل من الولاد وكده. ربنا يبارك فيهم يا رب ويهديهم ويرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله. المهم زي ما انتم شايفين شلت كنت هكنس بس ولمع. بعد كده قلت لا الصراحه ايه، من اشيل السجاده خفيفه. شلتها ولمعت وحطيت واحده تاني. زي ما انتم شايفين الدنيا ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. تاني يوم بقى شلت الدنيا دي تاني، ابقى اصور لكم برده. فلاش السجاده نظيفه الحمد لله، كويس ان عندي والملايه. الحمد لله. انتوا عارفين اللبن طبعا ما ينفعش يستنى. المهم الحمد لله خلصنا. وقلت بقى ايه، كل يوم مكسله على الدولاب الصراحه، فقلت لا ابدا بقى فيه، مش هينفع. انا خلصت طبعا دولاب الولاد معاكم. انا دولابي الصراحه كان على بعضه بقى، ناحيه اللي فيها كوفرتات وبطاطين. صراحه كانت متبهدله والجرار ده صراحه مش عامل خالص خالص خالص. ما انصحش صراحه اي عروسه تجيب جرار نهائي. تقولي لي بقى حلو للمساحات الصغيره، ماشي حلو وكل حاجه للمساحات الصغيره، بس انت لو عندك مساحه وتعرفي تفتحي الدولاب جيبي ظرف الصراحه. لان هو معرفش بيطرب الحاجه يعني. انت لو غبتي يومين ثلاثه كده هتلاقي فيه تراب، بيدخل تراب جوه الدولاب، والله مش عامل جدا. المهم ان انا شلت ده كله ونضفت ولمعت ومسحت المجرى كمان. طلعت المجرى كان فيها تراب برضو، طبعا ما كانش التراب بيطير عليها. بصوا زي ما اوريكم هنا الفرشه الصغننه دي جميله جميله جميله. بصوا طلعت لي كل التراب اللي في المجرى. لازم تعملوا كل فتره كده علشان هتلاقي الدولاب البيبان بتاعك معاكي. المهم شلت المشمع في الطرفتين اللي هما في الجناب اللي هما بتوع الشماعه دول. نضفتهم، اللي عملتهم بصراحه المره دي يعني نضفتهم ولمعتهم وطلعت هدومي ورصيتها العبايات بتاعتي والحاجه.
وبس. وكان كده الفيديو بتاعي خلص، وان شاء الله هكمل معاكم، مش خلص يعني، كان الدولاب مقطع الدولاب يعني، وهكمل معاكم برضو الدولاب باذن الله. هنا كنت بقى خرجتهم ورحنا جنينه الحيوانات، بس طبعا كانوا قبل ما يتعبوا بقى يعني شويه، فقلت ايه اصور لكم برضو ايه جزء كده من الفسحه اللي احنا فسحناها. دي كانت جنينه الحيوانات، وهم بيحبوا يروحوا فيها، بس باذن الله لو رحنا قريب تاني، في الموضوع ده من فتره يعني من شهر كده ولا حاجه، لو رحنا تاني باذن الله برضو هصور لكم. طبعا انتوا عارفين ان هي بقى فيها ملاهي وكده، وبقت جميله جدا جنينه الحيوانات الصراحه. بس هنا كانت طبعا انتوا عارفين الحيوانات يعني وكده، دي النعامه اكلوها، واكلوا كمان الجمل والزرافه، وكانت فسحه حلوه جدا الصراحه يعني، جميله. الشمس طبعا هناك حاجه حلوه جدا وبس، وجميله. بنصحكم تودوا عيالكم صراحه، الجنينه جميله جدا. بس زي ما انتم شايفين كده، وكانوا اكلوا. بصوا هنا بقى بتصور ووقع ايديه بقى ايديه وبعد ما خلص بقى زي ما تقول ايديه لمست البق فرس النهر يعني، وغسل ايده الحمد لله محمود. بس هنا كانت في بقى العربيات كانوا حابين يركبوا، ركبنا بقى انا وماما ومحمود يعني، وكانت فسحه حلوه. وده كان اخر الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله.